أوهايو ميناسان يا أساطير، كيف الحال؟ فيديو اليوم عبارة عن قصة من كتابتي لرحلة طاقم قبعة القش إلى رافتل والأحداث فيما بعد ذلك. لذلك قبل كل ذلك لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك، وهيا بنا إلى الفيديو. انتهت رحلة طاقم قبعة القش في الإبحار أخيرا، ولم يبقى شيء سوى أن يتوج لوفي على أنه ملك القراصنة. وبينما كانت السفينة تتابع طريقها إلى الأمام، ومن العدم ظهر ميهوك. لم يكن حديثه إلى لوفي، فهو ليس مهتما في كنز الون بيس، بل توجه إلى رورونوا وقال: هوي زورو، ألم تقل أنك تريد هزيمتي؟ فقال زورو: أنا الآن لست مهتما في مقاتلتك يا عين الصقر، أنا الآن ذاهبا لتحقيق حلم صديقي، ولا يوجد ما هو أهم من ذلك. فقال ميهوك بعد ذلك: فهمت، أنا أنتظرك يا رورونوا، عليك أن تصبح ملك القراصنة يا لوفي. وعاد أدراجه. وبعد ذلك أكملت السفينة أدراجها إلى رافتل، وفجأة ظهر تيتش اللحية السوداء. لقد كان حديثه إلى لوفي وقال: أحسنت يا قبعة القش، لقد بلغت كل ذلك بالفعل، لقد تخطيت كل من كايدو والبيج مام وشانكس والعديد من الخصوم. لم أكن أعتقد أن إيس ليفعل ذلك. غضب لوفي كثيرا بعد سماعه اسم إيس والاستهزاء به، وقال: إياك والسخرية من إيس، كان إيس يفعل ما هو أكثر من ذلك. وعاد ليقاتل تيتش، وفجأة ظهر ملك الظلام ريلي، ثم قال: هوي لوفي، يبدو أن هناك من يريد إشغالك. ثم أطلق الهاك الملكي معلنا بذلك معركة بينه وبين تيتش، وقال للوفي: لوفي دعك منه، تقدم الآن إلى الأمام وأصبح ملك القراصنة، لقد عاهدتني على فعلها، دعك منه واتركه لي. ومضى لوفي في طريقه وترك ريلي خلفه لمواجهة تيتش وحيدا في الخلف. لقد مضى لوفي إلى رافتل حاملا على أعتاقه إرادة إيس وإرادة الدي ورغبات كل شعوب العالم في معرفة حقيقة حكومة العالم، حاملا على أعتاقه أحلام طاقمه زورو، سانجي، نامي، روبن، كلهم وضعوا أحلامهم إلى لوفي وقالوا له: فلتصبح ملك القراصنة. وضعت سفينة قبعة القش سانيغو أقدامها على رافتل أخيرا، ورست هناك، ودخل الطاقم ليعرف ما هو كنز الون بيس وأسرار حكومة العالم وإرادة الدي. لمعرفة كل ذلك تابعوا الجزء القادم، ولا تنسوا أن ترفعوا الفيديو للاستمرار في هذه الفقرة.